ماشي. لبنان والمغرب لا والسعوديه، وفي نفس الوقت القانون احنا بنناقشه الايجار القديم برضه نفس التوقيت. ده حسن الصدف يعني نفس التوقيت. لبنان بعد مجلس النواب اللبناني ما اقر القانون فعلا يعتبر مشابه لينا، مشابه للقانون اللي تم اقراره، راح لرئيس الدوله في لبنان رفضه ورجعه للبرلمان تاني. ورئيس وزراء المغرب رفضه. محمد بن سلمان اجله لمده 90 يوم لحين البت فيه في مجلس النواب، ما حدش يناقش القانون لمده 90 يوم. اشمعنى يعني الناس دي في نفس المنطقه بتاعتنا واحداث مشتعله، والوضع الاقتصادي في المنطقه كله رايح في داهيه، معلش في الكلمه، فالناس بصت لموضوع الامن والسلم المجتمعي. احنا ليه مصطفى مدبولي، محمود فوزي، الفيومي، البرت ده عامل لازم يتم اقرار القانون ولازم يطلع ولازم كذا ولازم. يا عم ده دول اغنى مننا، دول اغنى مننا ووقفت مناقشه القانون خالص. نفس السيستم حصل في لبنان، المحكمه الدستوريه برضه حكمت ان لازم في شهر يوليو يتم كذا. لا، نفسي هما ممكن كانوا يعملوا القانون، يزودوا الأجرة زي ما المحكمة الدستورية قالت، وكانوا استنوا بقى المجلس الله الشعبي يفتح على التاني حضرتك. بس. السؤال بقى ليه التعنت عندنا احنا بالذات في كده؟ انا نفسي مش لاقي لها حل، انا مش لاقي له لغز، كان في مش لاقي له صفر. مصالح كتير.